المفوضية لوزير الداخلية السيد محمد حصاد والوفد المرافق له بتعليمات من جلالة الملك إلى مدينة تيزنيت تأتي في زيارة جولته التقييمية لبعض آثار الفيضانات بالمدينة، حيث التقى ببعض من المتضررين. منذ الانهيارات انقطعت بنا السبل نحو 24 ساعة لا أكل ولا شرب، والفيضانات عزلتنا عن العالم الخارجي، والمجلس البلدي هو الذي عمل على مساعدتنا. البلد جات تعتقد ما دارش حنا سيدي قطع الواد، قطع الحبس، السلقه الماء ولا حبس عليها كلشي. سكوا سيدي التضرر كاينين هنا الديور طاحت، كاين الديور ضربت وحنا مازال ما شفنا والو. كيجي قال لنا كيوعدونا تيقول لنا حنا نديرو معكم واحد السيد حيدوا ما قلنا. مدينة تيزنيت مدينة ملكوكة. لقاء وزير الداخلية والوفد المرافق له بعمل تيزنيت يروم التعجيل بإصلاح الطرق وشبكات تزويد الماء والكهرباء وتنسيق الإجراءات الضرورية لضمان حماية السكان وممتلكاتهم. المديرية الإقليمية بطبيعة الحال استخرج جميع الإمكانيات البشرية واللوجستيكية من أجل تمكين من أجل إرجاع حركة السيران إلى حالتها الطبيعية، كنترقبوا إن شاء الله يكون هذا إعادة السيران العادي في بين يوم إلى 3 أيام على جل المحاور الطرقية. كما حل السيد حصاد والوفد المرافق له بجماعة أربعاء رسموكا بأقليم تيزنيت ليشرف على إطلاق الحمولة الزائدة لسد يوسف بن تشافين، والذي بلغ نسبة ملء قصوى بفضل التساقطات المطرية الأخيرة. وأمام هذه التساقطات المطرية وزارة الصحة تتعبأ فريق طبي يتكون من 500 طبيب وممرض في الأقاليم المتضررة، وقد زود هذا الفريق بوسائل ومعدات طبية، نتحدث عن 300 سيارة إسعاف بالإضافة إلى مروحية للوصول إلى المناطق المعزولة. وأتمنى